السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخواتي الغاليات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنرحب بكل متتبعات ومتتبعين قناة فضاء وردة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم لا بايا أو البايلا، الأكلة الشهيرة عند الإسبان، معروفة عندهم هنا. كيطيبوها نهار الخميس، وحتى في المطاعم الأكثرية ما كنعممش كيطيبوها نهار الخميس. وهنا في كاتالونيا كيطيبوا البايا نهار الحد، نهار العطلة كتجمع العائلة والأصدقاء فكيطيبوا البايا. كاينين بزاف ديال الطرق ديال البايا. اليوم ان شاء الله غادي نقدمها لكم بماريسكو بفواكه البحر. ومن كنقولوا بايا فيخص يكون تكون العطريه ديال البايا اللي غادي نقدمها لكم في فيديو خاص، توابل ديال البايا، ويكون الرز خاص ديال البايا، ويكون المهم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا كلشي في الفيديو. بقاو معايا حتى الاخر. هنا عندي غادي نحتاج في الفواكه البحر. هنا عندي كالاماريس كما كتشوفوا معايا، من بعد ما غسلتهم نقيتهم وقطعتهم هكا لدوائر كما كتشوفوا معايا. هنا هاد البايا غادي نديرها لستة اشخاص. عندي هنا الغامبا او القمرون، عندي الغامبا، عندي هنا الميخاس، ما عرفاش السميه ديالهم باللغه العربيه، اعتذر. عندي هنا السيبيا حتى هي من بعد ما غسلتها ونقيتها وقطعتها هكا لمربعات هكا. سيبيا كتعطي واحد المذاق رائع مميز للبايا. وعندي هنا اسكامرلا، وعندي هنا بعد غامبا بيلادا القمرون الصغير، من بعد ما قشرته حيدت له القشور ديالو والريوس ديالو، هو اللي استعملت في المرق. وعندي هنا بلح البحر اللي هما ميخيونيس. اعتذر على بعض الاسماء كما قلت لكم ما كنعرفش الاسم ديالهم باللغه العربيه، ولكن على الصوره واضحه. هذو هما الفواكه اللي غادي نستعمل في البايا ديالي. وهنا غادي ندوز مباشره للخضره. غادي نستعمل زيت الزيتون، ضروري تكون زيت الزيتون. عندي هنا الفلفله خضراء والفلفله حمراء. عندي هنا البصله اولا مشلطه. عندي هنا الفلفله خضراء وفلفله حمراء كما كتشوفوا معايا، يعني وحده صغيره هكا. وعندي الجلبانه، شويه ديال الجلبانه. وعندي هنا 3 ديال المطيشات متوسطين غسلتهم وحكيتهم. هذاك القشور حتى في الطبيخ غادي درت منه الشوربه غادي نحطها لكم فيما بعد. وعندي هنا 2 دروس ديال الثومه وشويه ديال المعدنوس. وعندي هنا توابل ديال البايلا اللي كيعطيو واحد المذاق مميز للبايا. هذو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. عندي هنا المرق من بعد ما صوبته من قبل، طاب على نار مهيله حتى برد عاد باش صفيته. والمرق صوبته بهذاك القشور ديال القشور والريوس ديال الغامبا، وشويه ديال الحوت. كان عندي هذاك الحوت الصغير اللي كيديروه خاص معروف ديال السوبا ولا ديال الكالدو. درت فيه بصله وحده وقشور ديال المطيشه اللي حكيت، وجوج ورق الغار او 2 ورقات ديال سيدنا موسى، شويه ديال المليحه وزيت الزيتون، وطابوا على نار مهيله حتى برد عاد باش صفيته. هو اللي غادي نستعمل في هاد البايا. ومن كنقولوا بايا فكنقولوا الرز خص تكون نوعيه مزيانه. انا غنستعمل هاد الماركه وخص يكون الرز ريدوندو. غادي نخلي لكم واحد الصوره مصغره هنا. بعض الكلمات ما كنلقاهمش باللغه العربيه، كنعتذر بالنسبه للناس اللي ما عايشينش في اسبانيا ولا كان الكلام ديالي ماشي مفهوم. كنحاول انني كنبسط اللغه ولكن يعني اعتذر. وكنحتاج المقله الخاصه ديال البايا. كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون. البايا كدار بزيت الزيتون. كندير شويه ديال زيت الزيتون. كنشحر فيها هاد الغامبه ويسكامرلا، كنشحرهم غير شويه. كندير لهم شويه ديال الملحه غير باش يطلقوا هذاك كيطلقوا البنه في هذاك الزيت، وهذاك البقلانيت فيها. غادي نطيب ان شاء الله المكونات الاخرى. المهم غادي نشحرهم وغادي نحيدهم، ما يبقاوش مده طويله، غير شويه كياخذوا واحد اللون هكا ذهبي. كنحيدهم. وفي هذه المقله كندير فيها البصله تشحر. كندير ليها شويه ديال الملحه ما ملحش بزاف لان عندي المرق فيه الملحه. المرق كما قلت لكم درت له القشور ديال هاد المطيشات اللي حكيت، درت لهم القشور ديال هاد المطيشات ديال درت لهم بصله، شويه ديال الملحه، زيت الزيتون،
عصفور ديال الغامبه. كان عندي شي حوتاته صغير ضفتو لهذاك الصومه اللي عندي فيه. غتشحر شويه عاد باش كنضيف ليها الكالامار والغامبه، عفوا الكالامار والسيفيا. غادي نضيف كالامار. عندي هنا 2 كالامار و2 سيفيات متوسطين، المهم متوسطين ماشي كبار. اذا كانت سيفيا كبيره فديروا غير وحده. كنخلي الكالامار ديالي يتشحر شويه عاد باش كنضيف الفلفله دابا كنضيف الفلفله. كنضيف هاد الجنبانه نخليهم يتشحروا. كنخلي غامبه كنخليها حتى الاخر، او هاد غامبه بيلاده حتى هذا الميخاس وهذا حتى الاخر عاد ان شاء الله ندير بهم. ما كيغسلوش كيديروه ديريكتامنتي. انا الروز مولفه كنغسلو، يعني كيديروا بحال دابا كيديروه ديريكتامنتي، كيديروا الروز كيديروا الكميه اللي هما بغاو، ولكن انا غادي ندير الريسيطه ديالهم وغادي ندير الطريقه ديالي. انا غنخلي هادشي يتشحر غادي ندير غامبه، غادي ندير هاد المعدنوس، غادي نستعمل هذا الروز كما شفتوا معايا. الروز نوعيه جيده، حاولوا انكم ديروا الروز البايا، ديروا نوعيه جيده ما كتعجنش. كما قلت لكم هما ما كيغسلوش الروز، لكن انا ضروري كلشي نغسلو، ما كيعنينيش خاطري نهائيا. ما تقدرش تدوز لي شي حاجه ما مغسولاش. انا غادي نستعمل كاس ديال العنبه، كنديروا له 2 كيسان ديال المرق. هاد المقادير مضبوطه، وهكا بالكاس ديال العنبه كتعرفوا على حسب عدد الاشخاص. انا درت البايه ديال 6 اشخاص، درت فيها فقط 5 ديال الكيسان ديال الروز مع فواكه البحر مع الخضره اللي فيها كتجي هي هذيك. ومع ذلك راه تبارك الله ما شاء الله شاطت. يمكن ولا نتوما بغيتو ديروا كميه ديال الروز ديروا اكثر، فقط خصكم غير تعرفوا ان كل كاس ديال الروز ديروا له 2 كيسان ديال الماء. منها الروز كيطيب مزيان، ما كيجيش ناشف وما كيتعجنش. وفي هذه المرحله غادي نضيف العطريه رائعه. غادي ندير هكا معلقه كبيره عامره ديال العطريه. كما قلت لكم غادي نحطها لكم ان شاء الله في الفيديو القادم. العطريه ديال البايه عطيه واحد الريحه، شنو نقول لكم، رائعه ما شهيتكم. دابا غادي نضيف هاد الصلصه ديال الطماطم. يمكن لكم ديروا صلصه ديال الطماطم اللي الطايبه. انا ما غنضيفهاش، غنخليها هكا ناتورال. كيبقى الاختيار لكم، يعني الصلصه يمكن لكم ديروا هذه اللي ما طايباش او اللي طايبه. كنخليها تشحر غير شي شويه. كنضيف شويه ديال الملح لان الروز عندي كميه كثيره، يعني ضغط لقيت خاصو شويه. المهم راه ما عطيت لكمش العبار ديال الملحه يعني بالضبط، ولكن كتبقى داكشي على حساب يعني كل واحد كيعرف يعني الكميه اللي كيدير. دابا غادي ندير المرق. انا عندي هنا راني عبرته قبل ما نديرو. بسم الله. قلت لكم كل كاس ديال الروز كندير له جوج كيسان ديال المرق. الروز هنا كما قلت لكم غنعاودها مره اخرى، غنغسلو دابا ونضيفو. انا كنغسلو ولكن هو في المطاعم والاسبانيول ملي كيديروا بايا ما كيغسلوش، كيديروه مباشره. وبالاخص انا مستعمله الروز نوعيه مزيانه ديال المرق اللي بقات الاخرى. غادي نستنى شويه، راه مازال عندي هنا حتى ندير الروز. عاد باش ندير هو الروز.
وغادي نديرو هنا نحاول نوزن صافي. درت من بعد ما درت الرز دابا كنضيف له المخاص. هاد المخاص راني غسلتهم مزيان، درتهم بشويه ديال الملحه هكا باش كيخرج داك التراب اللي كيكون فيهم. هكا باش يطلقوا فيه عاد باش كنديرهم. وحتى هاد مخيونيز هاد بوزرو باش حتى راني غسلته مزيان وحكيته. درتها على عافيه هكا متوسطه. انا هذاك المرق اللي بقى لي راه مازال ما ضفتو، غادي نضيفو فيما بعد باش نوري لكم صافي. دابا كنضيف غامه. باش هكا تطلق فيه مازال غادي نضيف الاسكامرله. الشكل هكا صافي. كنخليها تطيب، كنضيف هذاك المرق شويه بشويه. يعني ملي كنديرو بايه بالاخص ملي كنديرو بايه فكنكونوا حداها كنكونوا مقابلينها. كما كتشوفوا معايا اخواتي المرقه ما درتهاش في مره، كنضيف شويه لان غادي تخرج لي من الجناب. العبار عندي مضبوط. كما قلت لكم كل كاس ديال الروز كيدي 2 كيسان ديال المرق او 2 كيسان ديال الماء، فكنت كنضيف شويه وكندير له البلاصه هكا منين يدخل باش يطيب كلشي. يعني راه ما لصقات ما والو. ولا كان عندكم باييرو هو داك الفرن اللي كنطيبوا عليهم البطبوط والمسمن، فاحسن لانها كطيب لا من الوسط ولا من الجناب. انا مره بقيت هكا كنقلب ماشي كنقلب يعني المهم كندير ليها هكا يعني بحال اللي كنحرك هكا باش تطيب من جميع النواحي. ومن صافي هنا طفيت عليها كيبقى فيها شويه ديال المرقه غير شويه وكتجي كالدوسه كتجي رائعه. وبهذيك العطريه كتعطي ليها واحد المذاق مميز. وهذا هو الشكل النهائي ديال البايه ديالي. هذا هو الشكل النهائي كتجي رائعه صدقوني. كما شفتوا معايا خطوات بسيطه. كتقدم هكا كتقدم مع طريفات ديال الحامض. انا نسيت ما درتهمش. المهم نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم، ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فاشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وشكرا بزاف على المتابعه والسلام عليكم.